صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 ماي 2023 أمر يقضي بإنهاء مهام نزار التيرزي رئيس ديوان وزير التربية. كما صدر في نفس العدد أمر بتسمية محمد الميلي مديراً عاما للامتحانات بالوزارة، للإشارة فإنه هذا يجي على خلفية أزمة حجب الأعداد أو بالتزامن مع أزمة حجب الأعداد ولقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير التربية مؤخراً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. خبير في الجيولوجيا يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز طبيعي في المنستير. أفاد الدكتور في علم الجيولوجيا والخبير بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حبيبة رودي أمس بأن وجود الغاز في منطقة الساحل، يعني في منطقتي سوسة والمنستير، ليس بالغريب، وذلك في تعليق على البئر اللي وقع اكتشافه في منطقة بوعثمان بولاية المنستير واللي راج أنه يحتوي على غاز طبيعي. كنا شفنا كيفاش خرج بالماء ومن بعد تحول إلى نار. للإشارة فإنه منذ يومين تقريبا قام فلاح أصيل المنطقة بحفر بئر ليتفاجأ بتدفق مياه من باطن الأرض بشكل مهول. وكشف الدكتور في علم الجيولوجيا حبيبة رودي أنه البئر حفر على عمق يقارب 100 متر، وهناك خزان كلسي وحطامي موجود في أعماق البئر، وهذا اللي يمكن من تدفق الماء والغاز بهذا الشكل حسب تأكيده. الدكتور في علم الجيولوجيا أكد أن هذا البئر لا يمثل خطرا كبيرا، وأشار إلى أن الحماية المدنية باش تتولى القيام بجميع الإجراءات الضرورية. ورجح ترودي أنه يكون هذا الغاز قد تسرب من المياه من مكامن بترولية عميقة. دعا حبيبة رودي إلى الاستئناس بالخبرات الموجودة في جميع الوزارات حتى نقوم بدراسات متعددة الاختصاصات، وأشار إلى أنه باش يتم انتظار مدة أسبوع لمعاينة البئر مرة أخرى. وتحول كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوش البارح الصباح إلى ولاية المنستير لتدارس ملف هذا البئر، وأكد في تصريح لنفس المصدر أنه ظاهرة تدفق هذه الكمية من المياه بضغط مرتفع ثم يليها اشتعال النار غير معتادة. وأضاف كاتب الدولة أن التوقعات الأولية تشير إلى وجود جيوب غازات باش يتم تحليلها لاحقا، وأكد أنه باش يتم غلق البئر والقيام بالتحاليل اللازمة، وأنه خبراء في الغاز هم ضمن اللجنة الفنية لمعاينة الموضوع. للإشارة فإنه لا يمكن حاليا التعرف على طبيعة هذا البئر إلا بعد استكمال الدراسات الضرورية. في توزر حريق بالواحة القديمة يأتي على 16 نخلة و15 شجرة مثمرة. تولت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتوزر عشية أمس إخماد حريق بالواحة القديمة بتوزر حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أمس عبر صفحته على فيسبوك. وأدى الحريق إلى احتراق 16 من أصول النخيل و15 شجرة مثمرة وربع هكتار من الأعشاب الجافة، كما تم تفادي انتشار النيران ببقية الواحات حسب نفس المصدر. القبض على مشتبه به في عملية براكاج استهدفت معلمة ومجموعة من التلاميذ. حسب إذاعة موزايك فإن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج تمكنوا عشية أمس من إلقاء القبض على شاب يشتبه في تورطه في تنفيذ براكاج مروع واستهدف به معلمة وتلاميذها الأطفال بجهة سلامبو. تفيد المعطيات المتوفرة أن معلمة بالتعليم الأساسي رافقت تلاميذها الصغار في جولة ترفيهية هذا الأسبوع بجهة شاطئ سلامبو بالضاحية الشمالية للعاصمة، ليفاجئهم شاب حامل
للسكين وهددهم بواسطتها قبل أن يجبرهم على تسليمه هواتفهم وسط حالة الذعر اللي انتابتهم. وحسب الأبحاث المجراة وبمجرد تقديم شكاية في الغرض، تعهد أعوان الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بقرطاج وبتكثيف التحريات توصلوا إلى تحديد هوية المظنون فيه، وهو شاب من سكان الكرم، حيث تمكن أعوان الشرطة العدلية من محاصرة وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة البحث. الناطقة باسم محكمة أريانا في تصريح جديد تؤكد حجز وسائل تمس الأمن القومي في منزل ابنة الغنوشي. هذا ما أعلنته فاطمة بوغتايا مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانا والناطقة الرسمية باسمها أمس الأحد. أعلنت أن النيابة العمومية بهذه المحكمة تخلت لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث قالت إنه تقرر فتحها ضد تسنيم الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. نقلا عن إذاعة موزايك فم، فقد قدمت بوغتايا تفاصيل شحيحة بخصوص خفايا القضية، وبينت في هذا الإطار إنها انطلقت إثر ورود معلومات مفادها وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي كائن برياض لاندلس في ولاية أريانا لا تقيم به عادة، وأنه صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بأريانا المدينة بتفتيش المنزل بمعية الشرطة الفنية، وأنه تم توثيق عملية التفتيش صوتا وصورة بتعليمات النيابة العمومية والعثور على مسائل تمس بالأمن القومي بصفة مباشرة. أضافت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانا احتفظت بشخص وأدرجت آخرين في التفتيش، وذكرت بأن المعنية بالأمر محل تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني. وكانت تسنيم الغنوشي قد اتهمت رئيس الجمهورية بسجن والدها وباستهداف وهرسلة عائلتها، وشددت في تدوينة نشرتها منذ أيام على أن منزلها تعرض إلى ما أسمته بالاقتحام من قبل أعوان أمن في غيابها، وعلى أنهم غادروا بأكياس قالت إنها مملوءة بالأوراق والكراسات، ولمحت إلى أنه لما تم حجزه علاقة بعملها كأستاذة جامعية حسب تعبيرها. وأبرزت أنه تم تغيير قفل المنزل من قبل أعوان الأمن، وأنه لا أحد أصبح بإمكانه الدخول إليه منذ ذلك الوقت. للإشارة فقد تم إيقاف الغنوشي يوم 17 أفريل الماضي على خلفية تصريحات تحريضية حسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبيبلي.